صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا. صباحكم محبة وفرح ورزق وراحة بال. صباحكم دعوة حلوة من القلب ليكم ولأولادكم ولأولادي. ربنا يجبركم جبر يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض، اللهم أمين. وكل اللي نفسه في حاجة يا رب تجيله بزيادة. بصوا بقى يا بنات، النهاردة إن شاء الله فيديو حلو قوي. بقالنا كتير عمالين نفرز في خضار ونفرز في فاكهة ونفرز في اكل ونفرز في صلصه، حاجات كتيره قوي. دي فريزر فوق بعضه، مش عارفة فين رايح فين ولا جاي منين. تعالوا كده نظبطه مع بعض ونعمل حاجات تانية كده مع بعضنا وأكلة حلوة، ونشوف الفيديو بتاعنا رايح فين وجاي منين. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو أول مرة بتشوفيني، أنا أختك رشا ودي قناتي فضلا منك وليس أمرا. اشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل فيديو بنزله. يلا بينا نصلي على الحبيب علشان قلبنا يطيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك أجمعين. كنت مسجله لكم كده في الاول مقطع، لقيت فيه دوشه جدا، قررت ان انا اركب الصوت من الاول وجديد. تمام كده. طب ايه يا رشا اللي انت بتعمليه؟ عايزه اقول لك كل طبق من دول في حتتين جبنه تركي، في حته، في ثلاثه، فاهمين؟ كان يتبقى كده، فكنت الولاد عايزين ياكلوا كريب، فكنت بقى ايه، اما الاقي حته كده اجي احطها في الفريزر، الاقي حتتين اجي شايلاهم، ثلاثه شايلاهم، لغايه ما عملت زي ما انتم شايفين كده كل الجبنه دي. تمام. هنلاقي طبق تاني جاي في السكه كده. هنا بقى ده الجوافه. عايزه اقول لكم بقى، اكتشفت ان الطبق فاضي ما فيهوش الا الحتتين دول. فين يا عيال الجوافه؟ فين يا عيال الجوافه؟ قالوا يا ماما بناكلها بالليل واحنا قاعدين. يا حلاوه، بياكلوها كده متلجه حتت كده، مش عارفه ازاي في عز الساعه دي، بس بياكلوها كده العيال. زهقت شلتها خالص. المهم، عايزه بقى بصوا الدرج فيه جوافه، في شوربه الخضار، في حاجات كتير. فانا عايزه اظبط معاكم كده الادراج دي، ونحط الخضار لوحده، نحط الفاكهه لوحدها، نحط يعني اللبن لوحده، الحاجات دي كده، فاهميني؟ فقلت بقى ايه اعملها معاكم كده. يلا بينا كده ندعي لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، يا رب انصرهم نصرا عزيزا جميلا طيبا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، وابويا واموات المسلمين اجمعين. ودعوة كده لكل مشتاق بالذرية الصالحة، اللهم امين. وكل بنت بزوج صالح عاجلا غير آجلا. بصوا بقى، هبدأ بقى هنا. دي شوربة الخضار اللي انا فرستها معاكم. عايزة ارتب الدنيا يا بنات، بحيث ان انا لما عاوز حاجة ابقى عارفة مكانها فين، اطلع على طول، ما افضلش انكش بقى انكش كده، مش عارفة فين رايح فين، ولا اللي تحت اجيب اللي تحت فوق عشان اطلع مثلا طبق شوربة خضار، او علشان اطلع كيس خضار هطبخه، فاهميني؟ فعايزه احط كل حاجه هنا. بقى قلت اما احط الخضار بتاعي والخضره فاهميني، الفاصوليا، السبانخ، الحاجات دي. عايزه اقول لكم الحاجات دي بتنفع قوي يا بنات، والله العظيم بتنفع. يعني مثلا انت راجعه من شغلك كده ايه، بسرعه، مش عارفه هتعملي ايه، ما رحتيش سوقك، هسحب كده كيس خضار واعمل شويه رز جنبه، عندي لحمه عندي فراخ هعملها جنبه، ما عنديش نعمله كده، وفضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى. عايزه اقول لكم اكتشفت عندي ما شاء الله اللهم بارك حاجات كتير. بصوا ده طبق بطاطس، كنت فاكرين لما فرست معاكم البطاطس من زمان، يعني من وانا في شقتي التانية، فكان عندي كان عندي الطبق ده. تمام. او في شقتي التانية، ايه دي النيلة عليا، دي خلصت وعملت غيرها. لا ده كنت عاملاه معاكم بس بقاله فتره يعني. تمام. قلت ايه احاول اوقف العلب بالطريقه دي، لقيتها برضو هتاخد مكان، فكده افضل لي يعني. تمام. هنا بقى يا بنات حطيت شوربة الخضار، حطيت الخضرة، حطيت الصلصة اللي احنا مفرزينها. عايزة اقول لكم بجد عندي خزين، اللهم بارك اللهم بارك، يكفيني شهور يعني، بجد خزين الخضار ده يكفيني شهور. دي لسان العصفور برضو متحمر، مستعجله كده وعايزه اعمل شويه شوربه لسان العصفور او شويه شوربه خضار كده. هاخد شويه من لسان العصفور ده اسقطه على طول على شوربه الخضار. ده يا بنات هنا في 2 دقة، 2 شطة يعني حمرا، والباقي صلصة البراطيم دي. تمام. قلت بقى كله كده يبقى ايه مع بعض. هنا بقى كنت بحمر شعرية، كنت بعمل عدس اصفر، وحمرت شعرية لقيتها كتير، فقلت بقى لا خسارة، انا مش ايه، مش ما ينفعش ان انا اسويها كلها، وخسارة لو مش هرميها يعني. فحطيتها في كيس، وقلت ايه مرة تانية ابقى بعمل عدس، هعمل رز اخد منه شوية كده يعني. ودي لوبيا برضو انا مدياها كده زي نص سلقه، يعني مثلا نقول ايه 80% سلق و20% سايباه للصلصه يعني.
تمام. هنا كان عندي طبقين كرنب كده برضو قلت احطهم هنا كده يبقى الخضار كله مع بعضه. معروف ان الدرج ده بتاع الخضار. كنت مفرزه ليمون كمان فهحطه برضو مع درج الخضار. عايزه اقول لك ربع الليمون وصل 15 جنيه، او والله العظيم وصل 15 جنيه. كده الدرج ده يا بنات خلص. تمام. هنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى في جبن، في بسطرمه، في لحمه مفرومه كده متعصجه، كان باقي شويه رحت حطاهم في علبه. فاهميني. هبدأ بقى هنا اظبط الدنيا. ده طبق كان فيه كوسه كنت مقطعاها كده صغيره لشوربه خضار. تمام. ودي بقى عندي زي فرخه كده على كيسين، وهي عندي نص كيلو من اللحمه، وعندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه. دول يعني هيقعدوا معايا حلوين، يعني كام يوم، يعني هيوفر معايا حلو. هنا بقى يا بنات قلت اما ارص بقى الفاكهه في الدرج ده، عشان ابقى عارفه اللي موجود هنا. وده هخصصه فاكهه بس. دي بقى يا بنات كنت جايبه تمن من البسطرمه، وجايبه كمان جبنه موتزاريلا، جايبه اللهم صل على سيدنا محمد. كنت جايبه حوالي ربع وتمن موتزاريلا، وكان عندي بقى شويات كده في اكياس. ف عايزه اعمل كريب، الولاد عايزه تاكل كريب. هنا بقى رحت حاطه بقى المانجا. دي مانجا بقى يا بنات انا مقطعاها كده في اكياس، وعندي مانجا صحيحه زي ما انتم شايفين كده. فقلت بقى احطهم في الدرج، بس هلاقي الدرج ان هو بقى يعني اتملى، لازم اشيل كده حاجات منه يعني. صليتوا بينا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا بشكركم طبعا جدا جدا، بشكركم على التفاعل على الفيديو اللي فات. بجد انتوا ناس جميله وناس بتعرفوا تجبروا الخاطر، وشكرا جدا لكل اللي كتب لي كومنت. ربنا يجازيكم خير ويجبركم جبر يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين. وطبعا الناس الجميله اللي دخلت القناه شرفتوني ونورتوني جوه قلبي وفوق راسي. اهلا وسهلا بيكم في قناتي المتواضعه حب بيتك مع رشا. جالي كومنتات حلوة رفعت جدا من معنوياتي. اللايكات اللي بتحطوها يعني بشكركم عليها جدا جدا، شغلت لي الفيديو وبتخليه يقترح لغيركم. لكل اللي بيحط كومنت الفيديو بيروح لغيره. فالحمد لله الفيديو يعني هنقول افضل بكتير جدا جدا من الفيديو اللي قبله. فضل ونعمة طبعا من ربنا، ده رزق، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق بناس جميلة زيكم. دايما بقول يا رب اجعل ليا القبول بين عبادك، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يستجيب واكون فعلا ليا قبول وسطيكم. هنا لقيت ان الدرج يا بنات اتملى، فقلت لا مش هينفع كده، الدرج مش هيتقفل. طب هنقله، هنقل شوية كده في الدرج التاني مثلا مع اللبن، مع باقي حاجة من الخضار اتبقت كده، يعني يبقى الدرج ده مشكل كده. بصوا هو نوع الديب فريزر ده حلو قوي، بس مشكلته ان الادراج بتاعته محدودة صغيرة، مش واسعة اللي هي تاخد كميات كبيرة، لا الادراج صغيرة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى الملوخية اللي كنا مفرزينها اول السنة مع بعض، عندي بقى شوية حلوين كده، قلت بقى هخليهم لرمضان عشان انا سحبت كتير منها، فاهميني. فقلت بقى شويه اللي فاضلين دول نخليهم لرمضان يعني عشان تنفعنا برضو في رمضان. حاجات بتبقى يعني الحاجات المتفرزه دي يا بنات بتبقى سريعه كده، سهله وسريعه والواحد ما بياخدش وقت في انك انت تقفي بقى تقطعي طبيخ فاهميني. فبصراحه بتنجز كتير جدا. ودلوقتي يا بنات الحاجه رخصت، يعني الخضار رخيص دلوقتي. عندك شهر 12 وشهر واحد، الحقي بقى خزني بقى سبانخ، خزني بسله، خزني فاصوليا، خزني خضرة، اللي انت عايزاه في الوقت ده ابدأي خزني. بطاطس، البطاطس ما شاء الله ب10 جنيه. عايزين نعمل مع بعض فيديو فكرة ال10 جنيه، وال10 جنيه دي بتودينا لفين وبتجيب لنا ايه، فاهميني. هنا بقى دي يا بنات السبانخ اللي انا كنت مفرزاها معاكم، هرصها بقى كده اهوت، واحط معاها الفاصوليا، وتبقى معانا درج اهوت من الخضار، عارفه مكان الحاجه فين، مش هتدوري ولا هتحتاري ولا هتختاري. هنا دي بقى كوسه انا كنت مقطعه معايا بقى الفراخ، قلت مش مشكله اما احطها هنا كده كده هي جنب الخضار. دي لحمه مفرومه، انا بحب بحطهم في علب صغيره كده، ده نص كيلو من اللحمه القطع ومن اللحمه المفرومه. تمام. دي جبنه شيدر كنت جايباها برضو بقالها كتير من فتح الله، اخدت اللي اخدته وباقي فاضل يعني الشويه دول. دي بقى الجبن هخليها بره، مش هدخلها عشان اعمل بيها الاكل.
هنا دي بقى يا بنات الكريمه اللي كنت بشيلها من على وش اللبن، بحوشها وبعد كده ببدا ان انا اعملها سمنه بلدي، بتبقى تحفه بجد، بتبقى كلها كده طعم وريحه وجميله قوي. تمام. ده كنافه وجلاش كنت جايباهم كده، هفرز معاكم تفريزات رمضان كده، وان شاء الله ايه نعملها مع بعض قريب. ادي بقى الجبنه التركي اللي انا قلت لكم عليها، والموزاريلا والبسطرمه. وتعالوا كده بقى ايه، خلصنا الترتيب بتاع الادراج بتاعتنا، وعرفنا كل حاجه رايحه فين وجايه منين، وندخل بقى نشوف هنعمل ايه. ده اخر درج بقى، اللي هو حطيت فيه بقى اللبن وحطيت فيه الملوخيه. ما شاء الله عندنا خزين، وعندنا حاجات، عندنا خزين وحاجات يكفينا فترة طويلة الحمد لله. ربنا يعني دايما ربنا سبحانه وتعالى بيسترنا، ربنا يرزقكم ويرزق أزواجكم ويجعل بيوتكم مليانة بالستر والعمارة، اللهم امين يا رب العالمين. ويدخل عليكم رمضان كده وانتم مبسوطين وفرحانين ومستورين ومرزوقين بإذن الله. هنا بقى يا بنات قلت بقى ايه، خلاص خلصت موضوع الديب فريزر وركبت الادراج وشغلته مية مية. طيب هتعملي ايه يا رشا؟ عايزة اعمل كريب. عايزه اعمل بقى كريب بقى، ايه الولاد حابين ان هم ايه ياكلوا كريب، فقلت يلا يا بت عندك الحاجه، خلاص ادخلي بقى على المطبخ واعملي لهم الكريب اللي بيحبوا. تمام. جبت بيضتين على كوبايه من اللبن، على شويه من الزيت، مش كوبايه يعني، نقول ربع كوبايه من الزيت. هنا البيض يا بنات عليه رشه فانيليا. عايزه اقولك الفانيليا دي مع البيض فرقت جدا جدا في طعم الكريبيه. اولا مفيش زفاره، ثانيا طعم حلو قوي وريحه تحفه، مش تشمي ريحه كده زفرت البيت في الكريب، لا 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 لا، بجد تحفه تحفه تحفه. همسك بقى كده البيض اضربه كويس جدا لغايه ايه ما يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط معلقه من الخل، بعد كده بقى ايه هنزل بقى ايه، وهحط نطره كده معلقه من السكر، وهبدا بقى ايه انزل باللبن، واضرب كويس بقى، افضل اضرب كده شويه لغاية السكر بتاعي ما يدوب. وهنا بقى احط كوباية اللبن، كان في حتة بتلج بس المضرب كسرها يعني. حلو قوي. هفضل اضرب، هنزل بقى كده ايه بالمية بتاعتي، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي، احط حوالي كيلو الا ربع من الدقيق. إيه مش كتير يا رشا، لا مش كتير، هما يعني انا بالنسبة لي الكريب اللي انا عملته ده مثلا هنتغدى هنتعشى، هيتبقى حاجة الولاد تفطر بيها، فاهميني؟ انا عامله كميه يعني، لان انا عندي ولادي بيحبوه. مهما اعمله لو عملته كل يوم هيقعدوا ياكلوا كريب زي البيتزا كده يعني، بس الافضل بالنسبه لهم الكريب. هضرب بقى كويس جدا لغايه ما الاقيه عامل زي كده ايه، العجينه بتاعه البانكيك. هننزل بقى كده اللي في الحروف، ونبدا بقى كده ايه نضربه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. حاسه ان هو فيه تكتلات هتمسكي المصفى ايه وتصفيه، بس هو ان شاء الله ما فيهوش اي تكتلات، وما شاء الله اللهم بارك اهو باين قدامكم طعمه ايه حلو. انا عايزاه خفيف يا بنات، مش عايزاه اللي هو تقيل، لا، عايزه لما احطه في الجريل يتفرد معايا بسرعه، وتيجي تاكليه تلاقيه خفيف كده مش يلكمك، فاهماني؟ بس ضربنا بقى كويس جدا كله. بصي بصي انا عايزاه كده بقى، عايزاه خفيف بالطريقه دي. تمام. عايزه اقولك هيبقى معاكي حلو جدا جدا. هجيب بقى الجريلا بتاعتي كده وابدا ان انا اسخنها، واول ما تسخن انزل بقى بالايه بالخليط بتاعي كده وافرده على الجريلا واحده واحده. طبعا اللي عندها جريلا زي ديت هتدهن مره واحده بس زيت، وبعد كده خلاص هتبدا تشتغل من غير دهن الزيت. ما عندكيش يبقى هتبقى الطاسه بتاعتك العاديه، بس كل مره هتدهنيها دهنه زيت عشان الكريب ما يلزقش فيها. تمام كده، تمام كده. هنا بقى يا بنات سخنا كده الجريل بتاعنا، وهننزل بقى بصي بالمقدار ده، يعني المقدار ده هنقول كده ربع الكوبايه عشان ما تطلع. بصوا هي اول واحده دي ما بنعتمدهاش، بس والله ظبطت. يعني أنا دايما اول واحده دي اقول ايه لا مش مشكله مش هنعتمدها، بس هي ظبطت.
اهي بدأت بقى تتحرك معايا. اول ما تلاقيها اتحركت معاكي تبدأي انك انت تقلبيها، ما تشيليهاش من مكانها غير لما تلاقيها بتتحرك معاكي، تهزي الجريل كده تلاقيها بتتحرك معاكي. تمام. بصي يعني هي اصلا بتاخد على النار مش مكمل دقيقة، هتلاقيها بالشكل ده، هتيجي قلبها على طول. قلبيها بايدك مش هتلسعك وما فيهاش اي حاجة بالشكل ده كده. وهبدأ ايه على طول كده اشيل. لقيتي الدنيا سخنة معاكي بردي الجريلا وبعدين ابدأي اشتغلي تاني. هوريكم كده كام واحدة وبعد كده بقى ايه انا هشتغل على نفسي. هم عملوا كمية حلوة قوي، يعني عملوا مثلا، الله اكبر الله اكبر. معلش يا بنات انا نسيت ان انا اكتم صوت التليفون. يعني هنقول عملوا 6 7 11، عملوا 11 تقريبا كريبيه. اتبقى بقى شويه كريب كده، رحت حاطه عليهم معلقتين من السكر ودوبتهم، وكان عندي شوكولاته قابله للدهن في الفريزر رحت مطلعاها، وقلت بقى اعمل لهم ايه البانكيك. هنا بقى بوريكم ان الكريب بصوا طري خالص وجميل، مش بينشف مني. هبدأ بقى هنا احشي. معايا جبنه موتزاريلا، معايا جبنه تركي، معايا بسطرمه، معايا زيتون، معايا طماطم وفلفل. تمام. وكاتشب بقى، ولو حابه مايونيز هتجيبي مايونيز. انا بصراحه بجيب عندي كاتشب فاستكفيت بيه يعني. هاتني الكريبايه زي ما انت شايفه كده وابدا بقى احط الحشو بتاعي. عايزه اقول لك كان طعمه تحفه تحفه بجد. كان طعمه حلو جدا، الجبنه كانت كتيره فيه وكان طعمها جميل. التركي مع الموزاريلا تحفه والله العظيم يا بنات، طعمها تحفه جدا. حوشي الجبنه زي كده واعمليها، هتلاقي نفسك بصي مش هيكلفك كتير. يعني لو جبتي حاجه في حاجه وشلتيها هتيجي تعمليها هتلاقي يعني عندك كل حاجه، وفي نفس الوقت ما تكلفتيش اي حاجه. هنزل بقى كده بالكاتشب زي ما انت شايفه كده، واقفل بقى ايه مثلثات كده اهوت عليه، واعمل معاكم كده كام واحد كمان إيه واوريهولكوا بعد ما استوى. نفس الكلام كده. عايزه اقول لكم والله العظيم، عارفين انا عيني بتقفل وانا بسجل لكم وانا بسجل لكم الفيديو، فهتلاقوني سكت كده. نادوا عليا نادوا عليا قولوا لي اصحي اصحي يا منطقه. هحط بقى كده بسطرمه، جبنه تركي، إيه، زيتون، خضار بقى الطماطم والفلفل. طبعا انا ليه بحط الجبنه التركي بالشكل ده؟ عشان تبقى لما تسيح كده تمط وتبقى حلوه، عكس انك انتي بتحطيها مثلا مبشوره، مش بتبقى زي هي حته واحده يعني. تمام. اما اعمل معاكم بقى كده كمان واحد. نفس الكلام، زيتون، طماطم، فلفل، كاتشب. مش عايزه كاتشب بقى ما تحطيش، الصوصات ديت حريه شخصيه يعني، اللي انت عايزاه تمام ماشي الحال يعني. هنزل بقى كده زي ما انتوا شايفين بالكاتشب وكده. ايه الاكله بتاعتنا دي تحفه جميله مع كوبايه حاجه ساقعه، مع كوبايه من العصير، هتبقى تحفه قوي وطعمها حلو. هوريكم واحده كمان كده، نطلع على البوتاجاز بقى نشوف هنسويه ازاي. دي هعملها جبن بس اكيد، مادام كترت الجبنه كده هعمل جبن بس، ولا مش عارفه والله، بس اعتقد لا يعني. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا فضلا منك وليس امرا، حطي لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديو بنزله. وهنا بقى ايه جبت البانكيك دوت وايه، حطيت بقى شوكولاته وحطيت شويه من السوداني على السمسم على جوز الهند. تمام. عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي، بيفكرني بالقطايف يعني، بس من غير شوكولاته. بص اللي واقف جنبي كده عايز، بعمل واديله يعني. يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. هدهنه بقى كله بالشكل دوت.
اللي هحط عليه بقى جوز الهند والسوداني، واللي هسيبه كده لان في بياكلوا كده وفي بياكلوا كده. بصوا انا استسهلت وقفلتها زي القطايف كده، هي مش هتتحط على النار تاني، انا مسوياه كنت موطيه عليه النار وبسويه واحده واحده يعني. فعملوا لي كام واحد دول، قلت حاجه حلوه يعني طعمه مسكر وحلو. هنا بقى بوريكم اللي هو اتبقى حوالي 3، اتبقى 3 من الكريب. بصوا بقى هنا هقول لكم عمل قد ايه. مش هرميه طبعا، انا هشيله في التلاجة او في الفريزر، لان ممكن اشيله في الفريزر لان هو عبارة عن عجين ممكن يبوظ بسرعة. لكن لو احنا مثلا هنستخدمه بعد يوم او 2، حطيه في التلاجة مش هيجراله اي حاجة. هتغيبيه لا، حطيه في الفريزر ولما تعوزيه طلعيه. بصوا كده هوريكم بقى الجمال والطعامة. بصوا بصوا والله كان طعمها حلو جدا وعجبت الولاد، يعني مش بس الكريب الحادق اللي عجب الولاد، لا والصغنن دوت عجبه. هنزل بقى كده، سخنت الجريل، هنزل بقى كده بالاربع كريبات اللي احنا عملناهم ونوطي عليهم ونغطيهم بحاجه ونسيبهم بقى. سيبيهم بقى وشوفي جمال الجبنه. بصوا جبت صينيه غطيتهم بيه. بصي جمال الجبنه ده كده كمان يعني، واما تيجوا تشوفوا كده هتلاقوها مهدور حقها والله يا جدعان. ده الجبنه كانت فظيعه فظيعه يا خرابي. اهي بصوا، بصوا ده انا كمان قطعاها بايديا يعني قطعه. بصوا بصوا مقطعها. بصوا جمال الجبنه. طبعا دي جبنه اساسا انا ما بعرفش ان انا اغيرها، اسمها الصفوة تحفه. هنزل بقى بكوبايتين حاجه ساقعه كده ونروح بقى ايه نغدي العيال ونشوف دنيتنا فيها ايه. وصلت معاكم لنهاية الفيديو، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي جوه قلبي وفوق راسي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.